تفتكر العيش ممكن يتحول لأكلة عزومات؟ ده لما أحكي لك كده الأكلة وما فيها. أصل الحكاية العيش الرقيق أقدم شكل للرقاق، كان نوع من أنواع الخبز المسطح ابتكرته الشعوب القديمة في الشرق الأوسط، والفراعنة نفسهم كمان كان عندهم عيش رفيع كده بيتخبز على حجر سخن. أما بقى العصور الإسلامية خاصة العصر العباسي ظهر مصطلح الرقاقة، وكانت بتتوصف في كتب الطبخ وقتها كنوع عيش رقيق، يعني بيستخدم في وصفات كده زي ستريت اللي هو أقدم شكل للفتة، خبز كده مترقق رفيع قوي وبيتسقي بمرقة ويتقدم مع اللحمة. أما بقى الرقاق اللي احنا نعرفه النهاردة ده دخل مع دخول الطواجن والفرن البيتي في الثقافة المصرية. ابتدت ستات البيوت يحشوا كده طبقات الرقاق باللحمة المفرومة ويبلوه بشوية شوربة، هو لازم يبقى طري من جوه ومقرمش من بره. والطبق دوّة بقى الطبق الرسمي للكرم والمناسبات أو العزومات، سواء في العيد الكبير أو حتى في صينية عزومة تتقدم أول حاجة على السفرة. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها، الرقاق من العجين على حجر فرعوني لصينية معمولة بإيد ست مصرية. ولو شايف بقى إن الحكاية دي تستاهل تاكلها في العيد، يبقى إحنا كمان نستاهل تعمل لنا لايك وسبسكرايب.